كل سنة وانتم طيبين وفي أسعد حال وفي رمضان متجمعين واحنا كلنا مبسوطين، وإن شاء الله ما ينقص مننا حد ونلاقي الخير ربنا بينزله علينا صبا صبا كده، ويبقى شهر رزق ويوسع رزقنا جميعا. يلا بقى نستعد لوجبات رمضان والأفكار لفطار الشهر الكريم عشان نتجمع كده احنا والحبايب، ناكل أكلة دافية. رمضان إن شاء الله جاي في الشتا السنة دي، فمحتاجين أكلات دافية. فيالّا بقى نعمل أكلات بطعم وريحة زمان اللي كان بيجمّعنا في رمضان. معانا هنا بقى هنعمل إيه، هنعمل اللوبيا. جِبت الزبدة وسيّحتها وحطيت البصلاية مفرومة ناعمة عشان نستعد لإيه، لتحضير أجمد طبخة. أنا عارفة إن في ناس كتير ما بيحبوش اللوبيا، بس لو جرّبتوها بالطريقة دي هتعشقوها. أنا سلقت اللحمة 3/4 سلقة، تمام، لإن إحنا قُلنا إيه، ما ينفعش يكون عاملين لحمة وما نعملش شوربة. يالّا بقى نجيب اللحمة بتاعتنا بعد ما البصلة كده تتشوّح معايا، وهاقوم منزّلاها حاطاها على البصلة تاخد من طعمها، يبقى الطعم اللحمة كده طعمها بصل وحلو، وفي نفس الوقت البصلة تاخد طعم اللحمة، فتخلّي الطبخة ليها شمخة كده تانية وليها طعم تاني خالص. طبيخنا المصري ده يا جماعة بجد تحفة، إحنا افتقدناه من كتر ما بناكل النواشف والصواني والحاجات اللي هي خلاص نسّتنا الجمال بتاعنا بتاع زمان. يالّا بقى نرجع للطبيخ المصري، وأهو إحنا كنا بنقول الطبيخ ما ينفعش في رمضان عشان رمضان بييجي في الحَر، طب أهو رمضان جاي لكم أهو السنة دي في جو لطيف، لا هو هيبقى حَر ولا هو هيبقى برد أوي إن شاء الله، فحان موعد الطبيخ المصري. ماشي، لازم بقى نعوّد ولادنا ونربيهم على جمال طبيخنا اللي إحنا اتربينا عليه. تمام، نسمّي الله. إحنا خلاص كده البصلة بتاعتنا بدأت إن هي تصفر معايا. أنا بافضّل البصل الأبيض يا جماعة في الآلية بتاعة الطبيخ، البصل الأحمر ما باحبوش لإنه ما لوش في الآلية خالص. البصل الأحمر سلطات، تتبيلات، لكن إن أنا أطبخ بيه لأ، ما ينفعش. تمام، أنا هنا نزّلت أهي اللحمة، دي أهم حاجة كانت حتّة الدهنة اللي أنا نزّلتها دي، عشان تدّي taste حلو للطبخة. تمام، نزّلت اللحمة بتاعتي والقطعية بتاعة اللحمة دي هي قطعية الموزة أو صباع الموزة، وهانزّل لكم على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك تابعوني، هانزّل لكم قطعيات اللحوم وكل قطعية بتُستخدم في إيه، وعلشان في ناس بتعمل الأكل يطلع منها اللحمة ناشفة، أو تعمل أكلة تانية اللحمة تتهري منها، فدوّة من قطعية اللحمة. مش كل قطعية لحمة ينفع إن إحنا نستخدمها في حاجات في كل حاجة، لأ، كل قطعية ليها استخدامها وليها الطبخات بتاعتها. تمام، فتابعوني على صفحة الفيسبوك، هانزّل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هتعرفوا بقى القطعيات بتاعة اللحوم إيه، وكل قطعية بتُستخدم في إيه. سامعاكِ، سامعاكِ يا اللي بتقولي هو إحنا عارفين نجيب لحمة، لأ هتعرفي تجيبي إن شاء الله، وربنا هيوسّع رزقِك، وهتشوفي رمضان هيخُش عليكِ بالخير إزاي. عمر ما جالنا شهر رمضان وفي حد مزنوق ولا في حد مهموم، دايمًا بييجي بخيره وبييجي بفرحته، عشان كده إحنا نتمنى إن السنة كلّها تكون رمضان. هنا نزّلت اللحمة اتشوّحت شوية في البصل، وبعد كده حطيت كبشتين شوربة وهاسيبهم كده يغلوا مع بعض كده شوية، وبعدين هاقوم منزّلة الصلصة بتاعتي تاخد من طعم اللحمة والبصل والجمال ده كلّه، زي ما إحنا شايفين كده. أسيبها بقى تتسبِّك. طَب يا سمر إحنا هنحُط الصلصة دي أو الطماطم قد إيه؟ قد اللوبيا اللي أنتِ هتعمليها. يعني أنا عندي هنا ربع كيلو لوبيا كنت نقعاه ساعتين، الربع كيلو لوبيا بياخد حوالي نُص كيلو طماطم، طماطم مضروبة في الخلاط. تمام؟ أنا بقى نزّلت هنا اللوبيا بتاعتي أهي، لازم تكون منقوعة يا جماعة، لإن اللوبيا بقوليات والبقوليات بتاخد سِوَى عشان ما تبقاش ناشفة معاكِ، ومهما تغلي فيها تلاقيها ما بتستويش، واللحمة تتهري منِّك واللوبيا تكون لسه ما استوتش، فإحنا لازم ننقعها على الأقل ساعتين. تمام، أنا هنا حسّيت إن الطماطم اتسبِّكت شوية، وكنت محتاجة أزوّد شوية مَيّة كمان علشان الطماطم ما تتسبِّكش منّي زيادة عن اللزوم وتنشف منّي الطبخة، فكنت محتاجة إن أنا أزوّد مَيّة لإنها لسه اللوبيا ما استوتش.
هاوطّي بقى عليها النار بعد ما تغلي واسيبها مع نفسها، هاضيف بس معلقة سكر عليها وهاضيف التوابل بتاعتها هي ملح وفلفل أسمر بس، ما بيتحطش عليها أي حاجة تانية. ده فلفل أسمر مطحون أهو أنا ضفته، مش هاضيف الملح دلوقتي خالص غير لمّا اللوبيا تكمّل سواها، أنا بس حطيت معلقة سكر علشان تحلّي الطبخة وعلشان الحموضة بتاعة الطماطم، عشان الطماطم ما تبقاش حمضية وتعمل لنا حموضة، وعلشان كمان تساعد في التسوية بتاعتها وتخلّي اللحمة طرية وjuicy وتخلّي برضه اللوبيا تستوي بسرعة. أوطّي كده عليها النار تغلي، شايفين بتغلي من الجنب أهي، أوطّي عليها النار، ده شكلها خلاص لمّا كانت قرّبت تستوي، خلاص هي كده دخلت في السِوَى وبدأت تتسبِّك، هاوطّي عليها برضه وأكمّل بقية التسوية بتاعتها. هنا أنا في اللحظة دي ضِفت الملح، خلاص أنا كده هاطفي عليها وهابدأ إن أنا أقدّمها، ودوّة كان شكل الغدا بتاعنا النهارده. شوية بقى رز بشعرية، على شوية شوربة لسان عصفور، على اللوبيا بتاعتي، كان أحلى غدا. ويالّا نرجّع أكلات زمان ونلِم حبايبنا ونفطر مع بعض وشهر الخير هييجي بالخير. وسيبوا لي كومنتات وقولوا لي كان عندِك حق يا سمر، شُفنا خير في شهر رمضان ما حدش شافه، واتفائلوا بالخير وإن شاء الله هتجدوه. وكل سنة وأنتم طيبين، وما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت وما تنسوش الاشتراك، وتعرّفوا صحابكم بالقناة. ونورتوني في قناتي مطبخ سمر.